عدى 320 يوم من السنة، 320 يوم وانا بقول النهاردة هبدأ، 320 يوم وانا بقول هلتزم بكرة واغير من نفسي. اكتشفت ان انا بضيع وقت كتير قوي، بلتزم يوم وانتكس اسابيع، بس برضو الهدف ما كانش واضح. انا مش عامل الفيديو دوت علشان اقولك ازاي تعيش وازاي تغير حياتك، بالعكس دي تجربة انا داخلها قررت اشاركها، يمكن تديك دفعة ونبدأ انا وانت سوا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فكرة ان الواحد عايز يبدأ يعمل حاجات كتير ويطور من نفسه وكده فكرة كويسة، بس المشكلة لو كانت من غير خطة بتمشي بشكل عشوائي وبتتوه في النص، تنسى انت كنت عايز تتطور ليه من الاساس. من ضمن الوقت اللي انا كنت بضيعه كنت بقلب في السوشيال ميديا كده، وبعدين قابلني فيديو تحفيزي وكده من الفيديوهات اللي بتظهر دي. الفيديو نزل عليا زي الدش الساقع، اما قال في الفيديو ان فاضل 6 اسابيع بس والسنة دي تخلص ونبدأ سنة جديدة. في اللحظة دي قررت ان ال6 اسابيع اللي فاضلين دول تكون زي معسكر لتبديل العادات السيئة اللي كنت بعملها بعادات احسن والسعي للمثالية الكاملة. لان انا عندي وجهة نظر ان الواحد لما يسعى للمثالية لو ما وصلهاش فهيوصل لتحسن كبير جدا. يعني لو قلنا ان المثالية ديت بتبقى 100%، فانت لما تسعى لل100% مش لازم تحقق ال100، بس ممكن تحقق ال90 او ال80، في حين ان انت لو سعيت لل90 وال80 هتحقق ال50 وال40. وعلشان ما توهش بقى زي قبل كده قررت ان انا هحط خطه كويسه وارسم جدول هقسم واوزع فيه الحاجات اللي انا عايز اعملها. قررت ان انا هقسم الاهداف اللي انا عايز اعملها لاهداف رئيسيه، تكون مثلا من 2 ل4 اهداف بالكتير. بعد كده هقسم الاهداف ديت لازاي ان انا هوصل لها باهداف صغيره اقسمها على مدار كل اسبوع منهم في كل جانب من الجوانب اللي انا عايز اطورها، بحيث ان انا لما احقق الهدف دوت احس بالتطور واحس بالتقدم، فده يخليني اكمل وما اوقفش في نص الطريق. وصلت للفورمة النهائية في الجدول، وكتبت في أول الجدول المحاور الرئيسية اللي أنا عايز أشتغل عليها وأحسنها، وكانت 3 اللي هي الشكل أو عامة الصحة يعني، والعلم والعمل والدين. وقسمت كل واحد من دول بهدف صغير اشتغل بيه على كل أسبوع. مثال، الأسبوع الأول قسمت فيه 3 أهداف أشتغل عليهم طول الأسبوع. طبعا خلال الأسبوع في أهداف تانية بتظهر، بس دي الأهداف اللي أنا محتاج أحققها عشان أحس بالتقدم. فمثلا في الجانب الشكل أو الجانب الصحي قلت إن أنا هوقف سكر، وفي الجانب العلم والعمل قلت إن أنا هقرأ كتاب في خلال الأسبوع، وفي الجانب الديني قلت إن أنا هحدد ورد قرآن بشكل يومي. فلما أحقق الحاجات ديت على آخر الأسبوع هاجي في قسم النوت والريت دوت هقيم الأسبوع بتاعي من 10 مثلا او من 7، التزامي كان اخباره ايه. وكل اسبوع فيه 3 اهداف بتوعه علشان لما احقق كل هدف احس بالتطور واحس بان انا بنجز، وفي نفس الوقت اوصل للهدف اللي انا عايز احققه. لو انت كمان حاسس ان السنه اتسرقت منك ابدا معايا رحله ال6 اسابيع. مهم بقى في الفتره دي ما تضغطش على نفسك جامد قوي برضو، يعني ما تنساش تاخد نفسك وتقف كده 10 دقايق ربع ساعه كده كل يوم، تاخد نفسك وتعرف انت بتعمل الحاجات دي ليه اصلا. يعني انت اساسا بتعملها عشان تحسن نفسك او بتحسن من جودة حياتك، فما تخليش الموضوع يضغط عليك لدرجة ان انت تبقى مضغوط ان انت عايز تعمل الحاجات دي. ودايما افتكر وحط في بالك ان انت بتعمل كده علشان نفسك وعلشان انت برضه تفيد اللي حواليك. استمر يا صاحبي. بس المهم يعني روق على نفسك كده واشرب لك كوبايه شاي. الجو جميل ازاي. ممكن تشاركني في شوية أهداف من اللي أنا كتبتها، بحيث لما نخلص ال6 أسابيع تقارن أنا وأنت ونشوف مين اللي حقق الهدف وحققه بشكل أحسن ولا لأ. بس لازم برضو تحط ليك أنت أهدافك الخاصة بناء على حياتك وسنك وطريقة العيشة. لما تقف أو يحصل لك دروب أو كده وأنت في الطريق يعني ما تقفش، يعني عادي يا عم اعتبره كان مطب وأنت كلت وأنت ماشي بسرعة وارجع كمل تاني. هيجي عليك وقت بقى هتكون بتعمل كل حاجة صح وهتكون بتمشي على البلان 100%، وبعدين هتبص مش هتلاقي فيه نتائج. لما توصل بقى للمرحلة دي مش عايزك تستعجل. كل اللي انا هنصحك بيه واللي عايزك تعمله انك تصبر. اصبر بس، اصبر وبعد كده هتلاقي النتائج جاية لوحدها. بس تصبر وانت مكمل على نفس الخطة، وخليك عارف ومتأكد ان 6 اسابيع ده وقت طويل وكافي جدا ان احنا نغير حاجات كتير ونبني حاجات كتير جديدة احنا عايزين نبنيها في حياتنا. ما تستناش كتير وابدأ معايا رحلة التغيير في 6 اسابيع، 42 يوم بالتمام والكمال نغير حياتنا فيها للأحسن. بجملة التغيير بقى وكده قلت انزل واروح احلى كده واظبط الدنيا، مش باينة في الضلمة، انا ما نشوف النور هيبان ولا لا. وبس يعني
بداية جديدة. فكرة الفيديو دوت انا بكلم نفسي، حتى دايما بقول انت، فانا دايما بشوف الفيديوهات بتاعتي، فالفيديو ديت زي ميمو ليا ان انا ارجع له مع الوقت ان شاء الله، ان انا كل ما ارجع اشوفه اعرف النصايح اللي انا كنت بديها لنفسي ساعتها، وفي نفس الوقت لو حد استفاد منها. وبرضه ده مش معناه ان السنة ديت كانت كارثية وكانت وحشة وكده، لا بالعكس، بس فيها جوانب معينة من حياة الواحد كان نفسه يحسن فيها وما خدش فيها خطوات، فعلشان كده بدأ يحسن فيها. تقريبا برضو انا ركزت على اهم الجوانب اللي في حياتي اللي انا محتاج ان هي دايما تتطور ودايما تبقى بشكل احسن. متنساش بقى تتابعني، علشان ان شاء الله كل اخر اسبوع هنزل فيديو عن الاسبوع مشي ازاي وكده، والاهداف اللي انا حققتها. قابل ان شاء الله اخر السنة في فيديو مراجعة النهائية. وما تنساش بقى اللايك والشير لو الفيديو عجبك، وسلام.